واتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات. إن الله عز وجل قال في القرآن في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. ومعنى ذلك أن هذه التسميات التي خطط لها البشر وصمم لها البشر إنما هي اجتهادات جعلت تسميات على قطع من الأرض فاختارتها أوطانا، وهذا ليس عيبا، ولكن الأصل أن الأرض كلها للإنسان، والأرض وضعها للأنام. ولهذا أيها الأكارم، ليس بيدك أن تكون في بلد حين ولادتك، ليس بيدك، إنما قدر الله عز وجل بأن ولدت في بلد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، فلم يصنع أحدنا مكان ولادته، كما أن أحدنا لا يستطيع أن يصنع أرضا لوفاته. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا البداية نحن صنعناها ولا النهاية نحن نصنعها. ولكن أيها الإخوة، إن لله في خلقه شؤون، وعندما اقتربت القارات الآن على غير ما كانت عليه في الماضي بفضل هذا التطور وهذه التكنولوجيا، حيث اقتربت القارات ولم يعد تقريبا ولم يعد يفصلنا إلا هذه البحار، وإلا كوصول المعلومة، فإن اللحظة الآنية التي نتحدث فيها على تراب الولايات المتحدة الأمريكية إنما نخاطب أمة بشرية نقول لهم فيها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا كان من الضروري أيها الإخوة أن نفهم عن الله مراده ابتداء حين قال في البداية: الحمد لله رب العالمين. حتى وإن تباعدت الأقطار، فالأصل أن الله هو إله العالمين، فنحن نكررها في صلواتنا في صلاة الفرض 17 مرة: الحمد لله رب العالمين. وعندما نذكرها بالإنجليزي نقول Our Lord. كذلك أيها الإخوة، نحن حملة بيان عنوانه العالمية وليس الإقليمية، وليس قطرية، وليس فقه قرية أو مدينة أو بلدة مهما عظمت. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الآية نزلت أيها الإخوة يوم أن كانت أصوات المسلمين لا تخرج عن إطار جبال ماذا؟ جبال مكة التي كانت تحيط بها يمنة ويسرى. نحن نؤمن بهذه العالمية أيها الإخوة. إن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونحن في أيام استعداد الحجيج للذهاب لتلك البقاع المقدسة، حين كان في أرض غير ذي زرع وفي واد، أمره الله بالآذان، فقال: لمن أؤذن؟ وبأي وسيلة أؤذن؟ وكيف سيصل صوتي إلى الناس؟ قال كما جاء في التفاسير: يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا الإبلاغ. يقول أهل العلم: فطوى له الجبال فأسمع من في الأرحام. وكل من يقف اليوم على جبل عرفة إنما هو استجابة ماذا؟ لدعاء الأمة الأول، وهو إبراهيم الذي قال فيه سبحانه: إن إبراهيم كان أمة.
إذن الله إله العالمين، الأصفر والأبيض والأسود، إله الأعجمي والعربي، إله الناس جميعا. البيان: وإنه لذكر ماذا؟ للعالمين، ولسوف تعلمون إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن حامل البيان العالمي قد خاطب الناس جميعا، لم يكن يملك هذه المعدات، ولم يكن يملك وسائل التواصل، ولكن رسالته لما كانت من عند رب العالمين ببيان رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كان مقتضى ذلك أن يقول للناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كان مقتضى الخطاب أن يقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان مقتضى الخطاب أن يقول الله سبحانه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله: قل يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قل يا أيها الناس. النداءات القرآنية مهمة أيها الإخوة. عندما نمارس الدعوة نقول يا أيها الناس، لا نقول يا أيها الكفار. إن القرآن الكريم لم يقل مخاطبا الكفار بالكفر إلا في سياق واحد، عندما قال: قل يا أيها الذين كفروا. يا أيها الذين كفروا، قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تجد في القرآن يا أيها الذين كفروا في خطاب لهم إلا في هذه الآية. الذي لا يؤمن نقول له الناس. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك قبل أن تسمه بالكفر أوجب عليك الشارع الحكيم إذا كنت بين ظهراني غير المسلمين أن توصل له القول. فإن كلمة كافر هي وصف لحالة رجل كفر الحقيقة، هي كفر، وحتى بالفرنسي كوفر، وبالعربي كافر، لكن لابد من شيء كفره وغطاه. فماذا غطى هذا الذي لم تصل له الرسالة؟ ماذا غطى؟ ولهذا يقال الفلاح كفر الحبة، أي غطاها. فإذا أردت أن تبلغ الدعوة فاعلم بأنك أنت بفضل الله من أمة الاستجابة، وبقية الذين معنا في الأرض هم الناس. لم يقل: قل يا أيها الذين كفروا إني رسول الله إليكم جميعا، لم يقل ذلك. ولم يقل: قل يا أيها الناس قل يا أيها الكافرون إني رسول الله إليكم جميعا. هذا ظلم في حق الناس. ولهذا أيها الأكارم هذه مهمتنا ونحن نعيش بين ظهراني غير المسلمين. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: إن أول أمة تقف للحساب هي أمة نوح. وعندما يسأل الله نبي الله نوح يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال العلماء: الصادقين هنا بمعنى الأنبياء، فإذا كان الأنبياء سيسألون فكيف بمن دونهم؟ يا نوح هل بلغت؟ يقول: نعم يا رب. فيقف قومه يكذبونه، يقولون له: لم تبلغنا يا نوح، والدليل أنه لم يؤمن معك إلا قليلا. فيقول الله تعالى: من شهودك يا نوح؟ أتدرون أيها الأكارم، ستقفون أنتم يا أمة محمد لتقولوا لنوح: نحن شهداء، نحن نشهد يا رب بأن نوح بلغ قومه الرسالة. فإذا بقومه يقولون: سبحان الله، هل نعرفكم؟ هل تعرفوننا؟ إن فاصل الزمن بيننا كبير.
قالوا قرأنا سورة مستقلة في القرآن جاءت باسم نبي الله نوح. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نحن سنفضح هؤلاء فيفرح نوح بنا، يفرح نوح لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولكن هناك أمر آخر خطير جدا، وليكون الرسول عليكم شهيدا. في البداية نكون نحن شهداء لأننا خالطنا غير المسلمين، ولكن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح حين يفتح ذراعيه لاستقبال أمته فإذا بغزية من الأمة يأتي جبريل فيحول دونها ودون رسول الله يقول يا رسول الله ليسوا من أمتك. قال يا جبريل إنهم من أمتي. قال لا تدري ما أحدثوا من بعدك، بدلوا وغيروا وتركوا سنتك فلا تعرف إن كانوا على ملتك أم لا، إن كانوا مسلمين أم يهودا أم نصارى أم مجوسا. تحولوا بعدك يا رسول الله وابتدعوا البدع الكبيرة وخالفوا نهجك وهجروا بيوت الله وهجروا كتاب الله وهجروا سنتك يا رسول الله وعاشوا عيشة بعيدة تماما على ما جئت به. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يومها ألا سحقا لمن بدل ألا سحقا. إن المؤمن أيها الإخوة لم يختر أن يكون في ميلاده في غير بلاد الإسلام، واختار بإرادته أن يكون في غير بلاد الإسلام، ولكن هذه تحمله مسؤولية عظيمة أن يكون يوسف عليه السلام في بلاد الغربة. الأنموذج الذي وضعه الله لكل مؤمن شاب يكون بين ظهراني غير المسلمين هو نبي الله من؟ يوسف. يوسف عاش في بيئة أيها الإخوة قال فيها أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثانيا إذا تعذرت بالظروف الصعبة فيوسف عليه السلام في مدرسته أوذي إيذاء كبيرا، ولكن انظر ماذا قال فيه سبحانه فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وحين رآه الناس في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين. وحين ابتلي بفتنة النساء ماذا كانت النتيجة؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف عليه السلام عاش محسنا مع من ظلمه. يوسف عليه السلام حين عاش بين غير المسلمين دعي للفتنة ودعي للفاحشة ودعي للخيانة فصاح صيحة الحق إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي، إنه هذا الرجل الملك الذي أعزني حين أذلني الأقربين أو الأقربون، حين أذلني إخوة الرحم من الأب، إنما عوضني الله به رغم أنه غير مسلم ولكنه أحسن مثواي. ولا يمكن لمسلم دخل بعقد أمان إلى غير بلاد الإسلام إلى أي دولة إلا أن يكون مستوفيا لشروط عقد الأمان أو الجنسية التي أعطاه إياه هذا البلد المضياف. ولهذا يوسف عليه السلام صاح صيحة الحق إلى يوم الدين
معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي لا يمكن إلا أن أكون محسنا. قال أهل العلم: كيف حكم أهل السجن على يوسف بأنه محسن؟ أين يعرفونه؟ إن تمايزه في أخلاقه ابتدأت من أول دخوله، فقد رأى أوساخا في السجن فأقام حملة تنظيف، أقام حملة تنظيف، وكان قليل الكلام، ناصحا، معينا للمظلومين، لا يتكلم إلا بحكمة إلا بعلم، فتأثر الناس بأدبه. إياكم أن تظنوا أيها الإخوة بأن كثرة الكلام هي التي ندعو بها إلى الله، العكس هو الصحيح. وقل اعملوا، القول واحد ولكن العمل 3 مرات في آية واحدة. وقل مرة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن أجدادنا من سلف هذه الأمة الذين أدخلوا شرق آسيا إلى الإسلام لم يدخلوهم لأنهم فقهاء ولا خطباء ولا وعاظ ولا علماء ولا حفظ للقرآن، إنما سأل الناس عن صدقهم فقالوا نحن مسلمون. الإسلام علمنا الصدق، علمنا حسن التعامل. الابتسامة كلمة بلا حروف، صدقك في التعامل، أن تقول لغير المسلم هذا ما أمرني به ديني، واترك الناس يعرضون أو ينظرون إليك حين تعرض لهم الدين قولا وفعلا، أو فعلا أكثر من القول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى فهم هذه المعاني فهما جميلا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، إن مهمتنا حين كتب الله لنا أن نكون في غير أرض الإسلام، في غير أرض الإسلام. مهمتنا كمن يقاوم في البحر، والذي يقاوم في البحر له أجر مضاعف على ذلك الذي يقاوم ماذا؟ في البر. الجهد مضاعف في هذه البلدة، ولكننا أيها الإخوة وجب علينا أن نقف وقفة مسؤولية أمام قراراتنا، فما حياتنا إلا قرار، وطالما اتخذ الإنسان قرارا أن يعيش في منطقة معينة في بلدة معينة إلا أن يتحمل كل تبعات قراره. عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تقرأ القرآن قراءة عظينية، فويل للمقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين. أن تسمع حين قال لك الحج أشهر معلومات، وتسمع حين قال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فتصوم، وتسمع وأقيموا الصلاة فتصلي، ولكن أمر أولادك لا يهمك. لا أيها الأخ، الذي شرع وفرض الصلاة والصيام كذا شرع أيضا فقال قوا، وهذا فعل أمر، هذا فعل أمر أيها الأكارم. مسؤولية عظيمة، وخاصة إذا تعلق الأمر بجانب العقيدة والإيمان بالله عز وجل. إن أهم هم كان يحمله يعقوب أيها الإخوة ما هو؟ اقرأوا سورة البقرة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ من منا الآن يفكر في قوله إذ حضر يعقوب الموت؟ الدنيا لهت الناس، ألهتهم عن هذه الساعة. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في ساعة موتك ضاحكا مسرورا.
عندما صرخت أنت حين ميلادك ضحك الناس وفرحوا وعلموا بأنك مولود حي استقبلت الحياة. فلا بد أن تعيد لهم الكرة فيبكون حين تموت وأنت تضحك لعلمك بمقامك عند ربك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. والله الذي لا إله غيره زبدة حياتنا ملخصة في هذه الآية لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. نحن ماذا سنقول لأبنائنا؟ كل واحد فينا يفكر ماذا سيترك لهم من حساب جار وماذا سيترك لهم من عقارات ومن تجارة. هل هذا هو دورك؟ وأحيانا تجد بعض الناس يفكر في ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه، يكلف نفسه ما لم يكلفه به الله، وينسى أهم شيء بأنه مسؤول على الجيل الأول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم عليه السلام ليس مسؤول على بعد إسماعيل. ولهذا عندما قال إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين. ولهذا جاء في الآية ومن ذريته ظالم ومحسن وظالم لنفسه مبين. هذا في ذرية سيدنا إبراهيم. ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. إذا لابد أن نفكر أيها الإخوة في الجيل الأول، مسؤوليتنا الأولى. ولهذا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. ليس سهلا أن يجيبوا هذا الجواب. ومحطتنا التي يجب أن نؤكد عليها ونحن نعيش في أمريكا أن يكون هذا الجواب موجود الآن في ذريتك إناثا وذكورا، أن تجمعهم وكأنك تحتضر وتسألهم لأن الموت يأتي بغتة. لقمان عليه السلام يقول يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وكم من الناس فارقوا الدنيا ولم يكتب لا وصية ولم يعرف أين يدفن ولم يوصي بشيء، وأولاده في الشرق وهو في الغرب. إذا لابد أن نضع نصب أعيننا كتاب ربنا، هذا القرآن العالمي للناس جميعا، والخطاب الإنساني لهذا القرآن خطاب إنساني أيها الإخوة. هذا الكلام الذي أقوله ليس فقط للمسلمين، يترجم لغير المسلم، يترجم لكل إنسان. فنقول له إن الأصل أن تفكر في آخر ساعة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رأس الأمر كله إذا افتتن الناس، إذا اختلطت عليك السبل، إذا ضاع الناس، لا بد أن تنقذ نفسك، أن تنقذ أهلك. لأن القرآن كما ذكرنا في الخطبة السالفة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعبد الله جماعة ولكن لن يقف أحد يوم القيامة تحت راية جماعته. لا يوجد يوم القيامة راية لجماعة أنت تكون تحتها، بل كل إنسان سيسحب بمفرده ويحاضره ربه محاضرة خاصة له باسمه. الجزاء أيها الإخوة يوم القيامة والمحاسبة فردية. قال تعالى فمن زحزح، لم يقل فمن زحزحوا، فمن زحزح فرد، فمن زحزح عن النار
وأدخل الجنة. والدليل أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والدليل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، كل هذا لماذا؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إلى أن يقول علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. إذن أيها الإخوة، المسلم بين المحافظة على الهوية وبين أن تختلط بالمجتمع. انظر في المدرسة اليوسفية في يوسف عليه السلام كيف عاش متمسكا بدينه رغم أنه حدثت معه إحن ومحن، إحن ومحن كثيرة. ولا ننسى أيها الإخوة ما ذكرته وأكدت عليه، أن الذكي اليوم هو من يفكر في نهاية القصة. The end of the story. The end of the story. القصة تنتهي، الساعة الأخيرة، كيف ستترك أبنائك. ثانيا أن تتحمل مسؤولية القرار أن تكون هنا، لأنه هنا لا تجد ناصرا، لا يوجد ظهير مجتمع يؤيدك. ظهير المجتمع الذي ذكره القرآن لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولدك إذا لم يجدك أنت لا يستحي من أحد، إذا لم يجد والده لا يستحي من أحد، وأحيانا قد لا يستحي حتى من والده. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نقوي مثل هذه المعاني ونذكر بعضنا البعض بها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ثبتنا على الإيمان وثبت أولادنا على الإيمان. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلنا في هذه البلدة مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إنا نسألك لهذا الجمع الكريم ألا تفرقه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والكفاف والغنى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا على أرض فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا في الأرض قاطبة مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم شفاء عاجلا لكل مرضى المسلمين. اللهم رحمة واسعة لكل ميت من موتى المسلمين. اللهم آمين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استووا يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف يستوي الصف. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله طيبات الصلاة. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله